السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايز قبل ما ارجع لموضوعنا عندي بس كده تويتة او يعني بوست موجود على الويب سايت او على الفيسبوك بتاع صديقي العزيز الدكتور طارق حجي. بيقول: عدم اهتمام بل صمت الاعلام المصري عن جريمة قتل امجد موسى صبري الوكيل الحصري لمعظم الاعلانات على الفضائيات للضابط المصري الشاب النقيب زياد حمدي ضابط مباحث قسم أول مدينة نصر أثناء تأديته لعمله هو جريمة وسب في حق هذا الإعلام عديم الاحترام، ورجائي أن يقوم كل إنسان يطالع هذه الكلمات بعمل شير لها لتصل الرسالة لأكبر عدد من أبناء وبنات مصر. طارق حجي. دكتور طارق، بكل الصداقة اللي بينا وكل الحب اللي بينا، بس بما انك انت اتكلمت على الاعلام اللي ما جابش سيرة الموضوع، وانا واحد من الناس اللي ما جبناش سيرة هذا الموضوع، لاني تواصلت مع وزارة الداخلية اللي ابنها هذا الضابط توفي في هذا الحادث، وقلنا لهم يا جماعة ايه هذا الموضوع؟ فقال لك حادث تصادم، الضابط واقف في كمين وواحد دخل بعربيته ودخل وموت الضابط، والموضوع جاري كقضية عادية جدا لواحد دخل قتل ضابطا مصريا بالخطأ. هي في قضية موجودة هنا والقضية شغالة والتحقيقات شغالة فيها. حضرتك عايز ايه من الإعلام؟ عايز الإعلام يطلع يولع الدنيا في ايه؟ أمجد موسى صبري لا هو وكيل إعلانات بتاع القاهرة والناس عشان كنت أتكلم فيه، ولا ليه أي صلة بينا هنا، ولا هو وكيل إعلاني لمعظم القنوات الفضائية زي ما حضرتك بتقول، ده يمكن يكون موجود لقناة أو تانية. حالة الاتهام الكامل اللي بتوجه دايما للإعلام بتجبر الإعلام إن هو يدخل ويتحرك ويتكلم ويلعلع ويتكلم في موضوعات المفروض إنه ما يتكلمش فيها، زي ما الإعلام طلع واتكلم وعمل في قضية جوليو ريجينيه، فعك الدنيا علينا وبوظ الملف من أساسه في هذا الموضوع، وكل واحد طلع أدلى بدلوه وأفتى فتوى من فتاويه عشان خاطر ده يحصل. يا دكتور طارق حجي، وبلغوه نيابة عني لغاية ما هبلغه هاتفيا بكرة، عيب يا دكتور طارق اللي انت بتقوله في حق الإعلام المصري. في قضية والقضية دايرة، كنت روح دور على القضية شوفها دايرة ولا لأ، ولو هي مش دايرة وتجيب ملف بيقول ان مفيش قضية وان الداخلية سكتت على ان ابنها مات وسابت الراجل، يبقى ساعتها يبقى ليك الكلام مع الداخلية مش مع الإعلام أساسا. احنا تابعنا وشفنا وشايفين ان القضية ماشية وشغالة عادي جدا.